السؤال يقول: هل الأغاني حرام؟ ومع إثبات أنه حرام بلي وما مكمل السؤال. نعم، الأغاني حرام، حرمتها كما استدل الفقهاء من المسلمين في كل المذاهب الإسلامية. نعم، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا مروا باللغو مروا كراما. يعني واحد قاعد وكاتب أنا أحبها وهي تحبني والعشق لايق علينا، وقاعد ويلحنها، وذاك اللي يقول آية ويلي وذاك اللي يقول. القرآن الكريم يقول هذا لغو. بل يعني أنت وين من تصرف وقتك تقعد تقرأ كتب إسلامية، تقرأ للشهيد مطهري، نعم، تقرأ لدوركايم، تقرأ لإيريك فروم، تقرأ لسيغموند فرويد، يكون عندك نولج. وين قاعد تسمع لي هذا يعوج بحلقة ويصيح آية ويلي؟ هاي وين الإسلام قال الأغاني ما منها فايدة. مضافة لأمر آخر شبابنا، طلع قناة وجماعة دا يرقصون، بس انطي للصوت ميوت، كتم، وباوع لهم. ايش توصفهم بشنو؟ من يقول لي بالله منو العدة الشجاعة وانت شجعان؟ بلي مخابيل يقمزون. الإسلام يقول أنا ما أرضى لك هذا الشيء، هذا ما يليق بيك، أنت إنسان محترم، ليش تنزل هيك مستوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا مروا باللغو مروا كراما. على مستوى الأحاديث سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الغناء، قال حرام. الإمام الصادق عليه السلام يسأله رجل يقول: جاري أسمع أن له جوار يغنين له. فقال الإمام الصادق: صم أذنيك عن ذلك، صمها لأذنك عن هذا. يستدل على أنه الغناء حرام.